بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واللي يستفيد منه ما ينساش يدعو للوالد بالرحمة والمغفرة. زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ بقى في الجزء الثاني من ليكتشر 27 في الفاريانس اناليسيز، اللي هي أول تول في البرفورمانس ايفالويشن اللي بتعبر عن المانجمنت باي اكسبشن، اللي هنطبقها مع الكوست سنتر والريفينيو سنتر. وتحديدا هناخد في الجزء ده من الفيديو ليفل 0 ايوه من الفاريانسات، لان الفاريانسات هتشوف ان هم 5 ليفلز بيترقموا من 0 لغايه 4. احنا هنبدا النهارده بليفل 0 و1 و2 اللي هنشوف فيهم الستاتيك بادجت فاريانس والفليكسبل بادجت فاريانس والمكونات بتاعت الستاتيك بادجت فاريانس. ايه اللي انا بقوله ده؟ نسمي الله ونبدا على طول. بقول لك اهو، بفكرك ان احنا هنبدا بالفاريانس اناليسيز اللي هو واحد من الفايف تولز اللي اتفقنا عليهم في الفيديو اللي فات، اللي بيعبر عن المانجمنت باي اكسبشن. وبنحط ليه مانجمنت باي اكسبشن؟ لان احنا بنحط ثريشولد معين، عتبه معينه نبدا نانفستيجيت من عندها، لان احنا مش هندور في كله، لان الفاريانسات هتبقى كتير جدا. وطبعا بندور ليه؟ عشان نجذر انفورميشن، مش عشان نلوم على مخاليق ربنا. واظن الكلام ده احنا متفقين عليه، وقايل لك اليافطتين من الفيديو اللي فات بتاعت ان انت تحاسب كل واحد على قد الريسبونسبيلتي بتاعته، وبتحاسبه مش عشان تلوم عليه، بتحاسبه علشان تجذر منه انفورميشن. واللي بيحدد الثري شولد دي احنا متفقين ان هي مين؟ المانجمنت، وفقا لحاجه اسمها الريسك توليرنس. ودي باذن الله هناخدها بارت 2 في سيكشن دي، الانتربرايز ريسك مانجمنت. لما هتعرف بقى الريسك توليرنس والريسك ابيتايت، هتعرف ان المانجمنت بتحدد زي فتره سماح. يقول لك انا لغايه $5000 عادي، ما تقعدش تانفستيجيت وتوجع دماغك. لان ليه بنعمل كده؟ عشان بس تبقى مستوعب، لان الانفستيجيشن ده بفلوس، ده وقت وفلوس. عشان انا انفستيجيت عن فاريانس يعني هنعمل ميتنج، يعني هنعمل اجتماع، يعني هعطل ناس، يعني هندي مكافآت، فكل دي فلوس. الكلام دوت متفقين هنطبقه على مين ومين؟ الكوست سنتر والريفينيو سنتر، لان التانيين ليهم تولز تانية. جميل. دلوقتي بقى بسأل، طب هو الفاريانس اناليسيس دوت بيشتغل ازاي؟ اي فاريانس سيادتك عبارة عن تشينج، يعني انحراف حاجة عن حاجة. ودايما الحاجة اللي تبدأ بيها الاكشوال، الحقيقة، وتقارن لي الحقيقة بايه؟ اكيد ببادجت. بس انهي بادجت؟ عندك كذا نوع بادجت، وانت عارف الكلام دوت من سيكشن بي. يبقى خلينا نتفق ان الفاريانس عموما علشان نقدر نحدده لازم ابقى عندي بادجت، والبادجت دي انت اوريدي عاملها معايا من سيكشن بي، فاحنا اوريدي بدأنا التحليل ده. وعلشان نبدأه فعلا لازم يبقى عندي البادجت اللي سميناها ماستر بادجت. والماستر بادجت اسمها كده ليه؟ علشان بنبقى عملنا الاوبريشنال بادجت والفاينانشال بادجت زي البكالوريوس والماجستير وماسترناها وزي الفل. وبتفضل تبص للبادجت دي باعتبارها دريم، باعتبارها حلم. وبالمناسبه البادجت عشان تتعمل لازم بتتعمل بيزد اون الستاندردز، والكلام ده انت عارفه. وعندك كام ستاندرد؟ عندك 3 للماتيريال، 1 للكوانتيتي، 1 للبرايس، 1 للكواليتي، وعندك 2 للليبر، 1 للاور هي تاخد مني وقت قد ايه، 1 للريت هحاسب العمال بقد ايه. ده غير الام او اتش كمان مش ليها بقى ستاندرد، ليها بري ديترمايند ريت، بس مجازا هنقول عليه ستاندرد. فالستاندرد دي اساس اعداد البادجت، خلي بالك، لان من غير ستاندرز مش هنعرف نعمل بادجت. وعلشان كده في سيكشن سي الفاريانس اناليسيز ده مبني تماما على الستاندرد كوست سيستم. فاكره؟ اعتقد حضرتك عارف الستاندرد كوست سيستم اللي بيقيس كل حاجه بالاكشوال يونت في الستاندرد برايس، في الستاندرد درايف، في الستاندرد برايس. فكده قاعده الاي دي بي، ما القاعده دي اهم واحده. فانت كل شغلك هنا بالمقياس ده، اكشوال يونت في المفروض ياخد قد ايه درايف، في المفروض ياخد قد ايه فلوس. اهو ده اللي انت بتبني بيه الماستر بادجت، لان من غير ستاندرز مش هتعرف تعمل بادجت. بس البادجت بقى ما بتبقاش باكشوال يونت، بتبقى ببادجت يونت، صح ولا لا؟ يبقى بالبادجت يونت مش الاكشوال يونت. المهم بنيت البادجت بتاعتك ومسترناها. بمجرد ما بتاخد ابروفال من البورد اوف دايركتور وتبدا السنه اللي انت عامل البادجت عنها، ما بيبقاش اسمها ماستر بادجت. امال بيبقى اسمها ايه؟ بيتغير اسمها ويبقى اسمها ستاتيك بادجت. ليه ستاتيك؟ لان انت بنيها عند بادجت يونتس معينه، والبادجت يونتس دي انت مش هتغيرها بعد كده.
هي طبعا هتتغير في الحقيقة، لكن انت البادجت بنيها عند الليفل ده، وعلشان كده بتفضل ساكنة عنده. عشان كده بقول لك put master budget as big dream we look forward to achieve it at the end of the year but after changing its name into ايه، بنغير اسمها، بدل ما هي master budget بتبقى اسمها ايه، static budget. طب يا دكتور ما احنا عارفين الكلام ده من السكشن اللي فات. عارف والله، بس انا باكد ان انت بتبص لها كحلم بعيد نفسك تحققه، وللاسف بتبدا تصطدم بالواقع. الواقع اللي هو ايه بقى، الاكشوال ريزلت، واللي اكيد ما حدش يقول لي طب ما ممكن الاكشوال تبقى، لا انت مش الشيخ الشريب لا مؤاخذه، انت مش هتتوقع حاجه هتحصل هي بالملي، لا اكيد الواقع هيختلف. وهنا يبدأ يظهر مين اللي احنا جايين نحلله بقى، الفاريانس، اللي هتبدأ تشوف هو معدي الثريشولد عشان نانفستيجيت ونجذر انفورميشن ولا لا. يبقى انت لما بتقابل الاكشوال بالستاتيك بادجت بيظهر لك فاريانس. يا ترى نسميه ايه؟ قال لي اسمه ستاتيك بادجت فاريانس. دايما الفاريانس تسميه باسم الحاجه اللي بتقارنها بالاكشوال. يعني انا بقارن اكشوال بستاتيك بادجت يبقى ستاتيك بادجت فاريانس. طب هقارنه بفليكسبل بادجت، ايه ده؟ ايه هي الفليكس؟ هتعرف كمان شويه. المهم هيبقى اسمه فليكسبل بادجت فاريانس. طب بقارنه بالابلايد ام او اتش هيبقى اسمه اوفر ابلايد او اندر ابلايد، اللي هو انت بتبدا تجيب لي، يعني دايما تسمي الفاريانس باسم الحاجه اللي بتقارنها بالاكشوال. وبعد ما بتقارن يبدا يظهر فاريانس اللي هتشوف هتنفستيجيت عليه ولا لا. عارف بقى اللي انا بقوله لك ده اسمه ايه؟ اسمه responsibility accounting system، نظام محاسبة المسؤولية، اللي هو عبارة عن ايه؟ هتوصف اللي احنا قلناه. It is a system that measure the plan by budget، بنقيس الخطط بالبادجت، and the action by actual بس of each responsibility center. بتشوف لكل responsibility center البادجت بتاعه ايه والاكشوال قد ايه والفرق ما بينهم، عشان نعمل responsibility accounting system، نظام محاسبة المسؤولية. بحاسب كل واحد على قد هو مسؤول عن ايه، ومش بحاسبه عشان الوم عليه، انا بحاسبه عشان اجذر منه انفورميشن واحسن ادائنا. ممتاز. يبقى احنا كده اتفقنا ان هنقارن الاكشوال بالبادجت. طب ليه؟ عشان الفاريانس ده هتبدا تحكم منه على حاجتين مهمين جدا، الافكتفنس والافشنسي. قلت له ايه بقى دول؟ قال لي الافكتفنس اللي مربوطه بالاوبجكتيف. فاكر الرسمه دي؟ ايوه. هل انت حققت الاوبجكتيف ولا لا؟ لو حققت الاوبجكتيف نقول عليك افكتيف، لو ما حققتوش وميسنج الاوبجكتيف نقول عليك ان افكتيف. ايوه، النفي بتاعها بيبقى بالان في الاول. خلاص، يبقى لو حققته نقول عليك افكتيف، لو ما حققتوش نقول عليك ان افكتيف، غير فعال وما بتحققش اهدافك. اما لو عايز تشوف لي بقى الاوبجكتيف اتحقق باستخدام ريسورسز قد ايه، ولما اقول ريسورسز يجي في دماغك الكوست وتحديدا الدرايفر بتاعهم، اللي هو انت استخدمت قد ايه من الدرايفر بتاع كل كوست. يعني مثلا لو بتتكلم على ماتيريال، استخدمت قد ايه خشب في مصنع الكراسي بتاعنا اهو، اللي هو انت الكرسي بياخد مثلا، او بلاش خشب، خلينا بقى في المثال اللي هنشتغل بيه على طول، هنشتغل في مصنع كاتشب، فحضرتك بتستخدم قد ايه طماطم في كل ازازه؟ نقوله من المفروض ان انا استخدم نص كيلو طماطم للازازه. طب قدر بقى ان انا استخدمت 6/10 كيلو طماطم للازازه، يبقى انت كده مهدر في الموارد ولا مش مهدر؟ مهدر والله. فانت لما تيجي تتكلم على الافشنسي بتتكلم على الكوانتيتي بتاعت الدرايفر بتاعت كل كوست. انت استخدمت ريسورسز قد ايه؟ لو استخدمت ريسورسز اقل، وبدل ما انت استخدمت نص كيلو للازازه استخدمت 4/10، نقول عليك efficient، نقول عليك كفء. اما لو استخدمت 6/10 نقول عليك ايه؟ ان فيها بقى نقول عليك ايه؟ inefficient. يعني ايه inefficient؟ يعني غير كفء، يعني بتهدر في الموارد، يعني عامل لي فاريانس في الريسورسز دي نقول عليه efficiency variance، انحراف في الكفاءة، و unfavorable لانه بيهدر في الموارد لما يبقى inefficient. قلت له ممتاز ممتاز. يبقى كده قولا واحدا ما ينفعش نبدأ variance analysis من غير ما يبقى عندنا budget.
لازم حضرتك يبقى عندك بادجت علشان تقدر تعمل الفاريانس اناليسيز. ويا سلام بقى، يا سلام لو عايز الفاريانسات بتاعتك تتجذر منها انفورميشن كتير وتنفعك للانترنال بيربسز، للاغراض الداخليه، يبقى يا سلام لو تعمل الانكم ستيتمنت بتاعتك بالكونتريبيوشن فورمات. طبعا انت عارف ايه الكونتريبيوشن فورمات اللي بتبدا بيها بالسيلز، وبعدين تقول لي ماينس التوتال فاريبل كوست يدي لك التوتال كونتريبيوشن مارجن اللي هتشيل منها توتال فيكسد كوست يدي لك النت اوبريتنج انكم. عارف لو عندك الكونتريبيوشن فورمات ده اللي بتشتغل بيه يبقى 10 على 10، لانك هتجذر انفورميشن عن الفاريبل كوست كل مكوناتها، سواء دايركت ماتيريال او دايركت ليبر او فاريبل اوفر هيد، وحتى الفيكسد اوفر هيد هتجيب لي انفورميشن عنها اللي هي التوتال فيكسد كوست، وكمان السيلز، وتجيب لي انفورميشن عن المين اوبجيكتيف بتاعك النت اوبريتنج انكم. فانت بتجيب معلومات تفصيليه هتنفعنا في حاجات كتير. يبقى خلينا نتفق ان احنا هنشتغل بالكونتريبيوشن فورمات عشان ناخد احلى ايه، احلى فاريانس اناليسيز، ونجذر احلى ايه، احلى انفورميشن واحلى ديتيلز تنفعنا في تقييم ادائنا. ولكن وانت بتبريبير الفاريانس اناليسيز وبتبريبير البادجت وبتعمل الانكم ستيتمنت، عايزك تخش في الديتيلز والتفاصيل اللي هنحسبها من خلال قاعده مهمه جدا جدا انت عارفها، وهي قاعده اليو دي بي. ايه اليو دي بي؟ اللي هي عباره عن اليونتس هنضربها في الدرايفر هنضربه في البرايس. فاكر؟ ايوه، اليو دي بي دي مهمه جدا جدا جدا. يعني لو قلت لحضرتك مثلا ان احنا متوقعين ننتج 20,000 ازازه كاتشب، وكل ازازه كاتشب هتاخد مني نص كيلو طماطم، وكيلو الطماطم بشتريه ب $10، هتقول لي يبقى الدايركت ماتيريال البادجيتد اللي انا متوقعها هتبقى عباره عن ال 20,000 في نص في 10 هتدي لك 100,000 جنيه. ممتاز. كان ممكن حد يقول لي طب ما انا يا دكتور ممكن الخصهم واقول ال 20,000 في نص دي عباره عن ايه؟ عباره عن 10,000 كيلو طماطم، واضرب ال 10,000 في $10 البرايس هيديني 100,000. والله موافق، والله العظيم موافق وصح. ممكن حد تاني يقول لي لا انا هاخد بقى ال $10 في نص كيلو طماطم، هعرف كيلو الطماطم بيكلفني كام، هنقوله بيكلفني $5. يبقى كده، او الطماطم للازازه، يعني ازازه الكاتش اللي هي الكوست بير يونت، خلي بالك دي كده ازازه الكاتشب بتاخد مني ب$5 طماطم. طب ما هو $5 لو ضربتها في ال 20,000 ازازه الله العظيم هيديك ال 100,000. عايزك بقى تشغل دماغك معايا كده. شايف اليو دي بي تفاصيلها اهو، يونتس في درايفر في برايس. لكن ساعات نكشكشها ازاي يعني؟ يعني ساعات ما ادكش التفاصيل كده، ابدا الم لك اتنين مع بعض، زي ان انا الم مثلا اليونتس مضروبه في الدرايفر، اديك بيها ايه؟ الكوانتيتي سيادتك، الكميات اوف ماتيريال اور دايركت ليبر اور، الساعات اللي هتشتغلها بالليبر او الماشين اور اللي هتشتغلها بالمكن. وساعتها تقدر انت تشتق التالت. لو انا مديك التوتال بتاع اليو دي بي على بعض واليو والدي مضروبين في بعض مديهم لك، يبقى البرايس ساعتها تعرف تشتق ولا لا؟ يعني رجوعا على المثال بتاعنا اللي انا لسه كنت بقوله، لو انا قلت لحضرتك ان احنا صرفنا على الدايركت ماتيريال 100,000 جنيه، وال 100,000 جنيه دول كان عباره عن 10,000 كيلو طماطم، مديك الكوانتيتي اهو اللي هي عباره عن اليو في الدي اللي هو ال 20,000 يونت مضروبه في نص كيلو طماطم. مش دي التفاصيل كانت بتاعتها؟ واقول لك يلا استنتج انت البرايس، تعرف تجيبه ولا لا؟ والله هيبقى ال 100,000 على ال 10,000 هيبقى ب $10. طب ما خلاص خلصت. طب لو جيت عكستلك واديتك الدرايف مضروب في البرايس، وده اللي يعتبر الكوست بير يونت. يعني ايه؟ يعني جيت اقول لك خلي بالك احنا عملنا 20,000 ازازه كاتشب، ماشي، وكل ازازه كاتشب واخده مني $5 طماطم، وال$5 دول عباره عن ايه؟ عباره عن نص كيلو من ابو 10 جنيه الكيلو. انا بقى مش مديك الديتيلز دي، انا مديك ان الازازه واخده $5. خلاص يبقى ساعتها تعرف تجيب لي التوتال كوست بانك تضرب ال 20,000 في الخمسه هتديك 100,000. ويا سلام بقى لو ال 20,000 دي اصلا هي اللي مجهوله، خلاص نقسم ال 100,000 واقسمها على الخمسه هبقى مديك دي جيفن. يعني عايزك بص تشغل دماغك وتعلي الرامات والبروسيسور بتاع دماغك علشان الداتا تعرف تشقلبها زي ما انت عايز، على قد ما يدينا على قد ما هنشتغل. فبقول لك لو الدي مضروبه في البي دي الكوست اوف ماتيريال بير يونت اور كوست اوف دايركت ليبر بير يونت، بيديك الكوست بير يونت. يعني ما هو فعلا لو انت ضربت الدرايفر في البرايس ده كانه الكوست لليونت الواحده، كأن دي واحد
صح ولا لا؟ فدي الكوست بير يونت. ممتاز ممتاز. وطبعا لو مديك اليو دي بي ان توتال والدي بي مضروبين في بعض اللي هي الكوست بير يونت، يبقى ساعتها تعرف تجيب اليونتس بمنتهى السهوله. ودي اساسيات علشان نبدا نستخدمها في الفاريانس اناليسيز، لان هنستخدمها بكثره. السؤال بقى هنحسب الفاريانس ازاي؟ زي ما اتفقنا بقى، الفاريانس يعني تشينج، افتكرها كده دايما، الفاريانس تشينج، حاجه ناقص حاجه، ودايما تبدا بالحقيقه المره اللي هي الايه؟ الاكشوال ماينس ايه؟ ماينس بادجت. بس انا سايبها نقط ليه؟ لان هتلاقي ان البادجت ليها كذا فيرجن، ليها ستاتيك بادجت وليها فليكسبل بادجت. انت قصدك انهي بيهم؟ مبدئيا الاستاتيك، لان الاستاتيك دي اللي عندك، دي اللي انت مخططها ومسطرها من قبل ما السنه تبدا، وباصص لها ان هي الدريم بتاعك، صح ولا لا؟ وساعتها يبقى الفرق ده اسمه ستاتيك بادجت فاريانس زي ما اتفقنا. امال ايه اللي هيخلينا نلجا للفليكسبل؟ هقول لحضرتك حالا. بس قبل ما اقول لحضرتك ليه بنلجا للفليكسبل، خليني الاول اعرف لك بقى الفاريانس، واعرفك كمان هتحكم عليه ازاي. يبقى الفاريانس حضرتك نقدر نقول ان هو الديفيشن، يعني انحراف of actual result from the expected or budgeted result. deviation of actual بتوصف المعادله from the expected or budgeted result. all significant variance should be investigated whether favorable or unfavorable. ايوه انا عايز اعرف بقى هحكم ازاي اذا كان فيفرابل ولا ان. قال لي على الافكشن بتاعه على النت اوبريتنج انكم، على مكاسب الشركه. لو الفاريانس يزود نت اوبريتنج انكم يبقى فيفرابل، لو هيقلل نت اوبريتنج انكم يبقى ان فيفرابل. وده احكم عليها ازاي؟ عايزك زي ما كاتب لك كده تتذوق الفاريانس، وتبدا تشوف الفاريانس ده اثره ايه على ارباح الشركه. والاثر على ارباح الشركه بيجي من ريفينيو او كوست، وحسب بقى يا تحكم عليه وتقول فيفرابل، وهنختصرها في اللغه في بقيه الفيديوهات بحرف الاس. وده مبسوطين وفرحانين لانه بيزود النت اوبريتنج انكم بتاع الشركه. اهو ده اللي بيزود النت اوبريتنج انكم بتاع الشركه. اما لما يبقى وحش ومنيل ب60 نيله، ده اللي هنقول عليه unfavorable. بس خليني الاول، هو امتى يبقى فيفرابل؟ لما يبقى الفاريانس بالبوزيتيف مع الريفينيو وبالنيجاتيف مع الكوست. لان زياده الريفينيو يزود نت اوبريتنج انكم، صح ولا لا؟ وتخفيض الكوست يزود نت اوبريتنج انكم. يبقى النيجاتيف مع الكوست ده حلو، والبوزيتيف مع الريفينيو ده اللي حلو. ممتاز. اعكس بقى الكلام، قال لي الناحيه الثانيه نقول عليه انفيفرابل ونبقى مكشرين ومتضايقين، وهنختصرها في حرف اليو لانه بيقلل النت اوبريتنج انكم بتاعنا. ده لما الفاريانس يكون بيقلل النت. وامتى الفاريانس يقلل النت اوبريتنج انكم؟ لما الريفينيو الاكشوال، يعني لما ابقى متوقع ان انا مثلا كنت احقق ريفينيو ب 100 او ب 600,000 مثلا، يعني ب 600,000، ولاقيني حققت ريفينيو ب 530,000. يبقى ساعتها الفرق هيبقى نيجاتيف 70. لما يبقى نيجاتيف 70 يبقى ده حلو ولا وحش؟ وحش. ده عشان بتتكلم على ايه؟ على ريفينيو قال اهو، يبقى ده وحش ويتقال عليه يو. وهنشتغل باليو بعد كده، خلي بالك، ها، باليو والاف، وتنسى الاشارات خالص. طب والكوست لما يبقى بوزيتيف هو ده اللي يبقى انفيفرابل. خلي بالك ان احنا هنتعامل باليو والاف دي في الكالكوليشن حتى. يعني ايه يا دكتور في الكالكوليشن؟ يعني مثلا لو انا جيت لقيت عند الريفينيو لقيت عنده الفاريانس بتاع الريفينيو، ادي فاريانس في السيلز كان فيها فاريانس ب 20,000 وانفيفرابل، وده اشارته كان نيجاتيف طبعا عشان يبقى انفيفرابل مع الريفينيو، صح ولا لا؟ وعندك الكوست وات ايفر بقى كانت الكوست مين، ماتيريال ليبر ايا كان فيها فاريانس برضه نيجاتيف بس بمبلغ 10,000. طبعا انت لو بتشتغل ماثيماتيكالي يبقى هتقول لي الارقام دي لما تجمعها هتطلع نيجاتيف 30,000، صح ولا لا؟ لان نفس الاشاره. لا، خد بالك بقى ان النيجاتيف في الكوست يتقال عليها انفيفرابل ولا فيفرابل؟ فيفرابل. يبقى الفاريانسات لو حبيت تعرف التوتال بتاعها، والله العظيم 3 هتقول لي التوتال 10,000 وايه بقى؟ unfavorable. لان انا بجمع واطرح باليو والاف مش بالاشارات. اوعى بقى، لان الاشارات دلالاتها مختلفه. خدت بالك من الحته دي؟ لما تيجي تجمع وتطرح فاريانسات بتجمع وتطرح باليو والاف مش بالاشارات، لان ممكن تلاقي فاريانسات تخص ريفينيو
وفاريانسات تانية تخص كوست والدلالة بتاعتها مختلفة، فانت جمعك وطرحك بيبقى باليو والاف. وطبعا احنا بنكمبيوت الفاريانس فور نوينج نوت فور بليمنج، ده انا باكد على الكلام ده، ودي وفت انا مثبتها عندك. not all variants are directly caused by the managers، مش كل الفاريانسات بتبقى بسببهم، ممكن يبقى في فاريانس في البرايس عشان السبلاير علق علينا. some of these variants can be beyond the control of the manager، بعيدة عن التحكم بتاعه. thus identifying the manager who is responsible for not achieving desired result should not be the main reason for why variants are calculated. مش انا مش بحسب الفاريانس عشان احدد مين المدير اللي هنقص رقبته. احنا لا سمح الله ولا بنلوم على الناس ولا بنهارسمنت الناس بتوعنا ولا بنضايقهم، احنا بنعرف الفاريانسات فور ايه؟ for knowing and gathering information. if responsibility for certain cost exceed the extent to which a manager can influence، لو يعني الفاريانس اكتر وبيزيد عن الحاجات اللي هو بيتحكم فيها، ساعتها انت بتدمر معنوياته وبتخليه يشتغل بغير نفس. بقول لك كان influence or control that activity the result may be reduced moral، هتقلل معنويات اهو. a decline in managerial effort، الموتيفيشن بتاعه بيروح في داهيه. and poor performance، والاداء بتاعه بيبقى رايح في 60 داهيه. طب السؤال بقى، السؤال هو انا بحسب الفاريانسات دي ليه؟ يا باشا عندك اسباب كتير اهو. لو جالك سؤال زي ده في الايسي كويشن افتكر لك سبب ولا اتنين، لان هو بيحدد، بيقول لك one reason for calculating variance، one or two. انا حاطط لك 6 اهو. اولا to
وفي المثال بتاع شركه هاينز هنبدا نحط شويه اسامبشنز عشان نسهل عمليه الفاريانسات، والاسامبشنز ديت مش انا اللي حاططها، السي ام اي نفسه قال لك مش هندخل المواضيع في بعض، فمش هندخل حته انفنتوري، لان الانفنتوري هنا هيعمل كعبله. سيلينج اند ادمنستريتيف كوست برضو مش هنعمل لها فاريانس اناليسيز. علشان كده بقول لك هاينز مانيفاكتشر اند سيل كاتشب صوص that require many hand operation. هاينز only cost are manufacturing cost بس اللي هم material وليبر واوفرهيد and it incur no cost in other value chain functions such as marketing and distribution. Assume that all units manufactured in April 2023 are sold in April 2023. يبقى كل اللي اتصنع اتباع وما شلناش حاجه في الانفنتوري. Variable overhead allocation base is machine hours. There are no beginning inventory or ending inventory. Sales volume equal production volume. كل دي assumptions لتسهيل الفاريانسات. And Heinz has three variable cost category and the standard variable cost per bottle for each category is in the budgeted data اللي هنا. اهي بص البادجيتد داتا ومديك الستاندرد. بص بقى عندك الماتيريال، بص الماتيريال اهي. المفروض الازازه تاخد نص كيلو طماطم ونشتري الكيلو ب$10، يعني الازازه تاخد $5 طماطم. عندك الليبر، المفروض الازازه تاخد من العامل ربع ساعه شغل والساعه بنحاسبه عليها ب$40، ودي اللي قايل لنا عليها مستر مينا. خلي بالك بقى عشان نبقى عارفين كل حاجه. طبعا اللي بيشتري الطماطم مستر مين؟ مازن. واللي بيجيب لنا العمال مين؟ مينا. ايوه. واللي بيدور الاثنين دول مين؟ حازم مدير البرودكشن، لان كل دول هنحاسبهم. خلي بالك الفيديوهات اللي جايه هنمسك واحد واحد، ومش بنحاسبهم عشان نلوم عليهم لا سمح الله، احنا بنحاسبهم عشان ايه؟ نجادر انفورميشن ونعرف مواطن الضعف عندنا ايه، الويكنسز، علشان نبدا نتفاداها في الاستراتيجيك بلاننج اللي جاي. المهم الفاريبل اوفر هيد المفروض بنالوكيت بالماشين اورز، كان قايل لك فوق وقال لك هناخد ربع ساعه المكنه ونشيل المكنه ب$20. اما الفيكسد اوفر هيد اداها لك توتال اهو، قال لك احنا المفروض الفيكسد اوفر هيد اللي هندفعها 50,000 في الشهر بتاع ابريل، يعني في السنه لو تضرب في 12 هتبقى عامله 600,000 لو عايز تجيبها سنويه يعني. بس ما علينا، خلينا نشتغل على قد ابريل لان الفاريانس اناليسيز هنعمله على شهر ابريل بس. بقول لك كومبيوت مين؟ static budget variance. اسمه ايه؟ static budget. ما انا قايل لك الفاريانس، شوف حضرتك بتقارن مين بالاكشوال، فانا لازم كده يبقى عندي مين اول حاجه؟ الستاتيك بادجت. طب واجيب الستاتيك بادجت ازاي؟ فاضل اعرف بس البادجت يونتس قد ايه. لو كملنا قرايه فوق بيقول لك the relevant range is from 0 to 30,000 bottle of ketchup budgeted selling price متوقعين نبيع ب$30 للازازه. مستر اشرف الريجنال مانجر او السي اف او بتاع المصنع بتاعنا في مصر provide the budget for April which is indicated that the budgeted sales volume 20,000 bottles. اهو البادجت بتاعتك عند ال20,000 بوتل. يعني انا كده علشان اعرف اجيب الحته البادجت الستاتيك بادجت اللي انا عايزها، انت لغايه هنا لغايه الداتا دي تعرف تجيب الستاتيك بادجت ازاي؟ باليو دي بي يا باشا. حضرتك هتاخد ال20,000 وتبدا اول حاجه معلش قبل الكوست هتضرب ال20,000 في 30 عشان تجيب لي الريفنيو اللي هيطلع 600,000، وبعد كده هتضرب لي ال20,000 في نص في 10 تديك 100 ماتيريال، وبعد كده ل20,000 في ربع. بص يو دي بي اهو، 20,000 في ربع في 40 هتديك 100,000 ولا 200,000، دي 200,000 اللي هي الدايركت ليبر. وبعد كده ال20,000 في ربع في 20 هتديك 100,000 فاريبل اوفر هيد، وعندك الفيكسد اوفر هيد ان توتال. خلاص كده انت جبت الاستاتيك بادجت. عشان كده ركز معايا، هوريك الحسبه تاني قبل لسه ما كملناش قرايه، لسه ما نعرفش الاكشوال اللي حصل في ابريل ايه. الحسبه تاني عشان اجيب الاستاتيك بادجت، انا بصيت على البادجت الداتا وبصيت على البادجت يونت اوف اكتيفيتي اللي هو البادجت بوتلز ال20 دي والستاندردز دول اهم، ورحت جاي ضارب الاتنين في بعض اهو كده بالظبط. بص هروح جاي واخد ال20 وضاربها في النص في ال10 في وهكذا. ها طلع ال600 وال100 وال200 وال100 وال50,000 الفيكسد اللي احنا جبناهم زي ما وريتك من شويه. وبكده ابقى انا قدرت اعمل الكونتريبيوشن فورمات انكم ستيتمنت، واقدر احط التارجت بتاعي اللي هو احنا مستهدفين نكسب كام، بان انا ارص بقى الداتا اقول له والله ادي السيلز ريفينيو عامله 600،
والفاريبل كوست انكلود ماتيريال وليبر وفاريبل اوفر هيد 100 200 100، يعني التوتال بتاعهم 400 من ال 600 يديك توتال كونتريبيوشن مارجن عامل 200. ال 200 دي لما تشيل منها 50 يبقى احنا بنحلم وبنتمنى ان احنا نكسب نت اوبريتنج انكم عامل كام؟ عامل 150. امشي معايا واحده واحده. ماشي كده احنا عرفنا الحلم بتاعنا وعرفنا شركتنا بتحلم بايه. ممتاز. تعالى بقى نصطدم بالواقع. ابدأ بقى اقرا معايا من هنا. بقول لك during April the company sold 18,000 ازازه مش 20,000. ادي اول حاجه اهو، بدايه القصيده كفر ان انا بعت 18,000 مش 20,000 ازازه. احلامنا بتنهار. قال لي بس استنى بايعين ال 18,000 ازازه بسعر 35 مش ب 30. الله، يعني بايعين بسعر اعلى. ما يمكن السعر الاعلى ده اللي طفش مننا الزباين. يا ترى مفعوله ايه؟ هنشوف، الله اعلم مفعوله ايه على الحلم بتاعنا. احنا اللي مركز معايا احنا بنحلم نكسب 150,000 دولار، صح ولا لا؟ راح جاي قايل لك فور ايتش بوتل وذ اكشوال كاباسيتي 7200 ماشين اور اكشوال كوست انكور ديورنج ابريل ووز اس فولو، وراح مديني الاكشوال داتا. قال لي خلي بالك بقى الاكشوال اهم. ادي الاكشوال. لحظه بقى علشان نتفق على حاجه في غايه الاهميه. الاكشوال داتا دي اللي انا هجيب منها الاكشوال اكتيفيتي والاكشوال بروفيت هجيبها بنفس الطريقه. يعني ايه يا دكتور بنفس الطريقه؟ يعني هضرب برضو ال 18,000 في الاكشوال درايف في الاكشوال برايس وال 18,000 في 35. لو ضربنا كده عشان نشوف النتائج يبقى 18,000 في 35 هيديك 630,000. يعني الريفنيو كده احلى، لان الريفنيو الناحيه الثانيه كان انا هكتب بس الارقام. ادي 630,000. طب ولو ضربنا 18,000 في 6 من 10 في 7.5، ادي 18,000 في 6 من 10 في 7.5 بتاعت الماتيريال. طلع ان الماتيريال مكلفانا 81,000. طب الليبر هيبقى 18,000 في 3 من 10 في 45. انا بس عشان الارقام تبان اهي. 3 من 10 وبنحاسبهم في الساعه ب 45. يبقى في 45 هيطلع 243. يبقى الماتيريال كانت مكلفه 81,000 لكن ده مكلف 243. ارقام بقى بقت مختلفه خالص. ماشي. طب الفاريبل اوفر هيد 4 من 10 في 30، يعني 18,000 في 4 من 10 في 30 هتطلع 216,000. الله، يعني دي كمان مكلفانا 216. لا وخد عندك كمان حتى الفيكسد اوفر هيد اللي كنا متوقعين تبقى 50,000 الاسعار اختلفت يا باشا، وبقى التوقع الحقيقه ان انت دفعت 60,000. يعني دي كمان اختلفت. ازاي يا دكتور؟ مش الفيكسد المفروض ما بتتغيرش بتغير الليفل اوف اكتيفيتي، ما بتتغيرش بتغير اليونتس، لكن بتتغير الاسعار عادي. كنت متفق على ايجار، على انشورنس، على تاكس معينه، وجت الحكومه راحت معليه البروبرتي تاكس، اسعار ممكن تختلف عادي جدا. قلت له يعني الاكشوال انا حسبتها ازاي؟ خدت ال 18 وضربتها في ال 6 من 10 و7.5 طلع لي الارقام اللي احنا لسه جايبينها 630 و81 243 و216 و60,000 فيكسد. طب ما بالمره كده تعالى نعمل منها كونتريبيوشن فورمات انكم ستيتمنت ونشوف حلمنا اتحقق ولا ما اتحققش. قلت له سهله. رحت جاي واخد الاكشوال داتا وحطيتها في نفس الرصه. قلت له تعالى كده السيلز كانت 630 لما نشيل منها 81 و243 و216 طلع لي توتال كونتريبيوشن مارجن ب 90، والفيكسد كانت 60 لما شيلها من ال 90 طلع النت اوبريتنج انكم ب 30. احلامنا بتنهار. احنا مش كنا بنحلم نكسب 150؟ كسبت كام بس؟ 30. يعني كده اللي عندك ستاتيك بادجت فاريانس بقد ايه؟ اطرح يا باشا. 30 ناقص 150 هيطلع نيجاتيف 120,000. وطالما نيجاتيف ده يتقال عليه فيفرابل ولا ان فيفرابل؟ والله وحش ومنيل ب 60 نيله ومكسبنا نقص بالجامد. طب ليه يا ترى مكسبنا نقص؟ ده بقى اللي احنا عايزين نحلله دلوقتي، عايزين نجذر انفورميشن بقى. يبقى الفاريانس انا حسبته ازاي؟ بالطرح. 30 ناقص 150 طلع نيجاتيف 120. مبروك عليك، انت كده جبت ليفل 0 في الفاريانس اناليسيز. امال ليفل 1 بقى؟ قال لي ليفل 1 هنبدا نجيب فاريانسات مكونات الاستاتيك بادجت فاريانس. يعني ايه مكوناته؟ يعني هنبدا نجيب من فوق بقى. يلا هو الفاريانس ال 120,000 الانفيفربل كان نتيجه ايه؟ فبنجيب بقى ونقارن. 630 من 600 طلع فرق 30,000 بوزيتيف في ريفينيو،
ولما الريفنيو يبقى بوزيتيف يتقال عليه ايه؟ فيفرابل. ممتاز. طب بالنسبه للماتيريال 81 ناقص 100 هتديك 19000 نيجاتيف، وده برضه فيفرابل لان انت النيجاتيف في الكوست فيفرابل، انت موفر. يعني كده مازن يقعد ويتغندر، مازن اللي شاري لنا الماتيريال يقول لنا يا جماعه اهو انا موفر لكم، اهو انا موفر لكم، ما حدش ليه عندي حاجه. هنقول له اصبر يا فالح، اصبر هنعرف كلامك ده صح ولا غلط كمان شويه مش دلوقتي. لما جينا عند الليبر بتاعت مينا اللي معين لنا العمال، بنقارن ال 243 ب 200 لقينا الفرق بوزيتيف 43 يعني ان فيفرابل، فكده نشنق مينا بقى؟ لا، احنا نروح ونساله ايه اللي حصل؟ ليه ان فيفرابل كده؟ عشان نجذر انفورميشن. طب الفاريبل اوفر هيد، قول لنا يا عم حازم انت مدير البرودكشن كله، ال 216 ناقص ال 100 طلع الفرق 116 بوزيتيف يعني ان فيفرابل. الله، يعني ده كمان وحش. طب يعني كده لو جينا بقى من عند ابتسام من فوق، ابتسام بتاعت السيلز بتاعت الريفنيو صح، نقول لها ابتسام انت محققه فيفرابل فاريانس ب 30 وعندك هنا فيفرابل في الكوست واثنين ان فيفرابل، يبقى نجمع ونطرح الفيفرابل مع الان فيفرابل. انسى الاشارات، ها انسى الاشارات. لو حضرتك تجمع معايا 30 و19 49 ان فيفرابل، سوري دول الفيفرابل، وال 43 وال 116 يبقى 157 دول ايه؟ دول الانفيفرابل اليو. لما يو 157 واف 49 يبقى الفرق ما بينهم والله لا نحسبها، ادي 157 ناقص 49 هيطلع الفرق ما بينهم، بس لا لحظه، هو اليو 43000 بلس 116 دي 159 unfavorable ماينس ال 49 الفيفرابل، طلع الفرق ما بينهم 110. والله العظيم 110. عارف ال 110 دي اللي هي ايه؟ فرق ال 90 من ال 200. بص كده والله العظيم لو تحسب فعلا 90 ناقص 200 110، تجيبها بقى بالعرض تجيبها بالطول، اديك فاهم انا بعرفك كل حاجه عشان تبقى مستوعب معايا التحليلات دي بتتم ازاي. يبقى انا كده لما اقول الكونتريبيوشن مارجن فيه فاريانس قد ايه، اجيبها من الكونتريبيوشن مارجن نفسه، او اجمع واطرح الفاريانسات بس بدلاله الاف واليو مش بدلاله الاشارات. اوعى تنسى الكلام ده، ها. هيطلع 110 انفيفرابل اللي هشيل منه الفاريانس بتاع الفيكسد اوفر هيد اللي كان ب 10000، وطبعا طالما بوزيتيف يبقى انفيفرابل، اللي هيدي لك الفاريانس اللي ب 120. ادينا جبنا التفاصيل. وما تنساش ان في عمود الفاريانس الجمع والطرح بيتم بالاف واليو مش بالاشارات، اوعى تنسى الكلام ده. وبكده مبروك عليك، تبقى طلعت تاني سلمه اللي هي ليفل 1 بقى. ايه ليفل 1 وليفل 0؟ ما انا اقول لحضرتك بقى، الفاريانس اناليسيس بيبدا من القعر، بيبدا من عند النت اوبريتنج انكم، ان انت تعرف حلمك اتحقق ولا لا، وده اللي بنقول عليه الستاتيك بادجت فاريانس. عد معايا بقى عشان المعادلات دي زي اسمك. يبقى الستاتيك بادجت فاريانس اللي بيعرفك حلمك وهدفك، انت افكتيف ولا ان افكتيف. جميل، بس خلي بالك لما تقارن بقى الستاتيك بادجت بالاكشوال، انت كده زي اللي بيقارن ابل باورنج. ايه اللي ابل باورنج ده؟ ايوه، كانك بتقارن تفاح ببرتقال. والمثال ده مش بتاع العبد لله، ده مثال هورنجرين اول واحد كتبها. قال لك انت كانك بتقارن ابل باورنج. قلت له ليه؟ قال لي عشان البذره مش واحده. خدت بالك ان البذره هنا انت باني على 20000 يونت وانت هنا باني على 18000 يونت، فطبيعي جدا ان الارقام دي تبقى مختلفه، لان دي ارقام مختلفه باختلاف الليفل في برودكشن، في اختلاف في الليفل. فانت عايز تحاسب الناس صح وتعرف هتضروا في الموارد ولا لا. عايزين نعزل اختلاف الحجم ده على جنب، نعزله لوحده. طب وده نعزله لوحده ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي حالا، بس بعد ما ناكد ان انت كده خلصت ليفل 0. ليفل 0 اهو القعر ده، وليفل 1 الكومبوننت دي. الله العظيم، ايه ليفل 0؟ اهو ليفل 0 اللي بتحسب فيه الستاتيك بادجت فاريانس بالفرق ما بين الاكشوال نت اوبريتنج انكم، ان انت بتجيب اللي تشينج في النت اوبريتنج انكم بتجيب من القعر، ها. الستاتيك بادجت فاريانس بتجيب من القعر نت اوبريتنج انكم من الاخر، وتقول لي الاكشوال نت اوبريتنج انكم ماينس ستاتيك بادجت نت اوبريتنج انكم. انت كده تبقى عرفت اول معادله في الفاريانسات. مبروك عليك، وكده تبقى خلصت الحمد لله
اول ليفل اللي مطلع لك انفيفرابل ب 120,000، ودي اول سلمه اللي بنقول عليها ليفل زيرو. ليه زيرو؟ لان انت لسه ما عملتش حاجه، انت جبت بس فاريانس في الاوبجيكتيف بتاعك، ان انت شغلك ان افكتيف، شغلك ما حققش الهدف منه. طب بعد كده تبدا تنفستيجيت بقى وتخش جواه تقول لي هو ال 120 دول مكوناتهم ايه؟ يبقى السلمه اللي جايه الخمس مكونات اللي فوق ايه؟ فين الخمسه دول؟ اهم، ادي 2 فيفرابل و3 unfavorable. سيبك من ده نتيجه، كونتريبيوشن مارجن ده جبناه كمجموع. يبقى الخمس مكونات دول بعد اذنك تروح جاي راصصهم لي كده وتقول لي دي السلمه الاولى. بعد الزيرو نطلع على الكومبوننت بتاعت الاستاتيك بادجت فاريانس، وهنوقفها هنا ومش هنحلل الارقام دي زياده. الارقام دي ملهاش اي تحليل زياده، لان الارقام دي مضلله. ليه مضلله؟ لانك زي اللي بيقارن زي ما قلنا ايه؟ ابل بأورنج. انت بتقارن حاجتين مبنيين على اساس غلط، ده على اساس 20,000 يونت وده على اساس 18,000 يونت. طب نعمل ايه عشان تبقى مقارنتنا صح؟ ونعمل ايه عشان احاسب الناس على الريسورسز بتاعتهم؟ يعني مثلا لما يجي بتاع المواد بتاع الخامات مازن المسؤول عن المشتريات البيرشيز مانجر، ويجي يقول لي انا يا جماعه موفر لكم ومحدش يحاسبني، انا موفر لكم الكوست عند 81,000 للخامات، مع ان انتوا كنتوا حاطين لي بادجت ان انا اشتري ب100، انا اشتريت لك ب81، انا كده وفرت لك. اقول له لا يا حدق، ال100 دي كانت محسوبه عند كام يونت؟ عند 20,000 يونت. لكن ال81,000 دي محسوبه عند كام يونت؟ عند 18,000 يونت. لا انا اقول لك بقى، هات لي بقى ال18,000 يونت دول واحسب لي عندهم الماتيريال المفروض كنت تصرف عليهم خامات قد ايه على ال 18,000، والمفروض دي اللي يحسبها مين؟ ستاندرد كوست سيستم. يا راجل والله العظيم، امال انا اديتك الستاندرد كوست سيستم ووعدتك ان احنا هناخده بالتفصيل. ليه؟ ما هو جه وقت التفصيل بتاعه. قلت له ايه بقى الستاندرد كوست سيستم؟ لو انت تفتكر الستاندرد كوست سيستم كان بياخد الاكشوال يونت برضه، والله اكشوال يونت اللي هي ال 18,000، بس يضربها في ايه؟ في الستاندرد درايف وفي الستاندرد برايس، صح ولا لا؟ قال لي وده تحديدا الستاندرد كوست سيستم او الاستخدام الثاني لمين؟ للساحله اللولبيه. مين الساحله اللولبيه؟ الفليكسبل بادجت. ايه ده؟ هي الفليكسبل بادجت دي احنا استخدمناها استخدام اولاني؟ امال لو انت مذاكر في البادجت وتحديدا في التوب ليفل بلان، لما بنسلم البادجت للتوب ليفل ويقعدوا يلعبوك ويقولوا لك طب قول لي لو السيلز هتزيد تبقى كذا، طب قول لي لو هتبقى كذا، ويعملوا معاك سنسيتيفيتي اناليسيز. اهو ده مرحله البلاننج. دلوقتي مرحله الكنترول، هنبدا نبني فليكسبل بادجت، ونبنيها ازاي؟ بالقياس بتاع الستاندرد كوست سيستم، بان انا هاخد الاكشوال يونت وهحسب عنده بالستاندرد درايف والستاندرد برايس. يعني كاني بعمل بادجت جديده بس عند كام يونت؟ عند ال 18,000 يونت. ده ليه؟ عشان نعرف نحاسبه صح ونقول له يا مفتح يا اللي بتقول لي موفر، استنى بقى نشوف انت فعلا وفرت ولا لا. يبقى عشان كده بقول لك دلوقتي احنا حكمنا على الافكتفنس اللي الهدف بتاعنا ما اتحققش وقلنا عليه ان افكتيف. اما لو حبينا نحكم على الافيشنت والان افيشنت واحنا بنهدر في الموارد ولا بنوفر، لازم نبص على الدرايفر بتاعنا ونشوف مدى التقلب في الاسعار بتاعته بس عند نفس الليفل اوف اكتيفيتي. وعشان نجيبها عند نفس الليفل اوف اكتيفيتي نتصرف ازاي؟ قلت لك هنا مهمه الساحره اللولبيه، الفليكسبل بادجت اللي هتعيد بناء الاستاتيك بادجت بس عند الايه؟ عند الاكشوال اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني شايف حضرتك الستاندردز دي؟ شايف دول؟ اهو الستاندردز دي هناخدها ونضربها بقى المره دي مش في ال20، لا 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 لا، المره دي هنضربها في ال18. الله العظيم 3. ركز كده هتلاقيني خدت دي، ومن هنا ورايح هقول معلومه كده هنت هينفعك في الفيديوهات اللي جايه. ال20,000 دي ملهاش عندي استخدام نهائي خالص الا لو هستنتج منها الستاندرز، لان انت من هنا ورايح كل شغلك كده ان انت بتبقى عايز تعرف الستاندرز بس. فلو مديك بيانات البادجت نفسها مش هنستخدمها في حاجه، لان الستاتيك بادجت فاريانس انت هتجيبه بس في الفيديو ده وخلاص انساه. بعد كده كل شغلك بالفليكسبل، والفليكسبل ما بتستخدمش فيها ال20,000 يونت نهائي،
انت ممكن بس تستنتج من ال 20000 يونت الستاندردز دي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه استنتج؟ يعني اجي اقول لك خلي بالك ان البادجيتد ماتيريال كانت الكوست بتاعتها، البادجيتد دايركت ماتيريال كوست كانت 100000. اهي دي الاستاتيك بادجيت بتاع الماتيريال، علما بان ال 100000 دي كان البيرشيز برايس بتاع الطماطم كانت $10. فانت تقول لي ساعتها يبقى 100000 على 10 يبقى انت استخدمت 10000 كيلو، ولو عندك ال 20000 يونت يبقى انت استخدمت نص كيلو للازازه. يعني الداتا البادجيتد بعد كده انت هتبقى محتاجها علشان تستنتج منها الستاندردز بس. ليه؟ علشان تبدا تعمل الفليكسبل بادجت. هنعملها ازاي؟ الملاحظه اللي انا قلتها من شويه دي هتستوعبها اكتر في الفيديوهات اللي جايه. هنعملها ازاي؟ بعروسه البحر، حته اكشوال مع حته ستاندردز. او اخدت الاكشوال يونتس وهضربها في الستاندردز بتاعتي. طب الاكشوال يونتس ال 18000 ازازه اللي كانوا بلون البينك لو تفتكر، والستاندردز كنت بعملهم باللون الاخضر، اهو خدهم يلا، ادي البينك في الاخضر، بقى ميكس غريب. الاكشوال يونت في الستاندرد بتاعتي، سواء الستاندرد درايف او الستاندرد برايس. طبعا الريفينيو ما فيهاش درايف، فبضرب في ستاندرد برايس على طول. يبقى ال 18000 في 30 اداني 540، 18000 في نص في 10 اداني 90، 18000 في ربع في 40 اداني 180، 18000 في ربع في 20 اداني 90، والفيكسد اوفر هيد 50 هي بتاعت الاستاتيك بادجت. عارف ليه بقى؟ عشان دي بنفس السعر بالستاندرد برايس. طالما السعر واحد يبقى هي بتاعت الاستاتيك بادجت، لان هي ما بتختلفش باختلاف الليفل اوف اكتيفيتي، ما بتختلفش باختلاف اليونتس، هي بتختلف باختلاف السعر. واخد بالك؟ مجمع؟ ان شاء الله تبقى مجمع. واروح جاي بقى واخد الفليكسبل بادجت دي ووسطنها، اقول لها تعالي بقى تمركزي كده في النص وبص بقى دي ساحره ليه. اولا تعالى نجيب بس النتائج. لما نقول 540 سيلز ماينس 90 و180 و90 هيدي لك كونتريبيوشن مارجن عامل 180. لما نشيل منه ال 50000 الفيكسد هيدي لك 130000 نت اوبريتنج انكم. ونبص بقى دي عملت لي ايه بالظبط. دي هتخلي لك معيار المقارنه بتاعك يبقى فيه اكثر عداله، وهتقارن قبل بقبل. ليه بقى قبل بقبل؟ نفس البذره، انت باني هنا على 18000 وهنا كمان باني ب 18. طب امال هنا بقى؟ قال لي لا، هنا الفرق ما بين ال 20 وال 18 ده هيبقى بسبب اختلاف البذره، بسبب اختلاف الحجم، وبقى هو الوحيد اللي مختلف. لكن بص هنا هتلاقي الستاندرد درايف وستاندرد برايس، وهنا ستاندرد برايس وستاندرد درايف، الله واحده. يبقى الاختلاف هنا راجع لمين؟ للفرق في الحجم. عشان كده بقول لحضرتك ان الفليكسبل بادجت اللي عملناها بالستاندرد كوستنج سيستم دي عملت حاجه حلوه قوي قوي قوي. عملت ايه؟ وحدت القياس وحطت لك معيار عادل، وخلت لك الفرق ما بين البادجت والبادجت ممثل في السيلز فوليوم فقط، في حجم المبيعات فقط. عشان كده الفرق هنا هنسميه سيلز فوليوم فارينس، اللي هو ايه؟ تعالى نحسبه يلا 540 ناقص 600 هيطلع نيجاتيف 60. توقعك بقى لما يبقى الريفينيو نيجاتيف 60، يعني الريفينيو بتاعك قل وانفيفربل، يبقى توقعك ان الكوست المفروض يحصل لها ايه؟ المفروض تبقى فيفربل، كلها تبقى فيفربل. ليه؟ لان الاختلاف كله ان في 2000 يونت وفرناهم، احنا قللنا اليونتس، صح ولا لا؟ فطبيعي جدا اللي جاي ده كله الاقيه فيفربل. لما الريفنيو لما تقلل اليونت مبيعاتك قلت، فطبيعي ان مبيعاتك تقول ان هي بقت انفيفربل، حصل فيها انحراف مش ملائم مش حلو. لكن الكوست لما حجم الانتاج يقل، المفروض بفعل الفاريبل كوست تحديدا الفاريبل هتقل، لان الفاريبل تعرفها ان هي بتزيد وتقل ان ذا سيم بروبورشن، فاكر ولا لا؟ يبقى هي كمان هتقل، بس قللان الكوست فيفربل. عشان كده هتلاقيها كلها فيفربل. والله هتلاقي 90 ناقص ال 100 وفرنا 10، ال 180 ناقص ال 20 وفرنا 20، ال 90 ناقص ال 100 وفرنا 10. يعني كده الكونتريبيوشن مارجن قل ب 20. جبتها منين يا دكتور؟ هتقول لي بقى 180 ناقص 200 قل ب 20، او اليو ب 60 مع اف ب 40 يبقى يو ب 20، صح ولا لا؟ كده او كده براحتك، صح ولا لا؟ طب بالنسبه للفيكسد، لا الفيكسد طالما بتقارن بادجت ببادجت بنفس الاسعار هتستيل فيكسد زي ما هي وما فيهاش فاريانس، يعني الفاريانس بتاعها زيرو. يعني كده النت اوبريتنج انكم هتلاقي في فرق بسبب اختلاف حجم المبيعات بسبب السيلز فوليوم فاريانس ب 20000،
وده يا فندم بنسميه سيلز فوليوم فاريانس. وبتجيب السيلز فوليوم فاريانس منين؟ من القعر برضو، من الاخر، من النت اوبريتنج انكم او من الكونتريبيوشن مارجن. يمكن بنستسهل وبنجيب من الكونتريبيوشن مارجن باعتبار ان الفيكسد ما فيهاش فاريانس اصلا، صح ولا لا؟ وبنقول عليه سيلز فوليوم فاريانس. يعني مش هناخد التفاصيل دي يا دكتور، لا، التفاصيل دي ملهاش اي 30 لازمه، لان التفاصيل دي هتشوف كمان شويه هتنفعنا في مين. ولكن انت السيلز فوليوم فاريانس لما نحب ننفستيجيت عنه ونجذر منه انفورميشن، هجذر من مين؟ من المديرين بتوعي؟ من ابتسام طبعا. ابتسام اللي مسؤوله عن المبيعات. وبص ابتسام ظهرت فين؟ عند الكونتريبيوشن مارجن. زي ما قلت لك احنا هنجذر انفورميشن من هنا، نقول لها قولوا لنا لما الكونتريبيوشن مارجن بتاعنا قل ب 20,000 ايه السبب؟ تفتكري ليه يا ابتسام؟ تفتكر الدور ابتسام خلص كده؟ لا، لسه ليها دور عندي كمان. الدور التاني بقى بتاعها هيظهر امتى؟ لما نقارن الاكشوال بالفليكسبل بادجت. وركز بقى كده في المقارنه دي عشان المقارنه التانيه دي جميله. بقول لك ابتسام تسالها من عند كونتريبيوشن مارجن او نت اوبريتنج انكم الاثنين واحد، لان الفيكسد اصلا مش متغيره. ممتاز. امال بقى ودي برضو ملاحظه انا قلتها وانا بشرح، ان دايما دول عكس الريفنيو، والتفاصيل دي ملهاش اي 30 لازمه. الفاريانسات دي بتاعت الكوست تحديدا ملهاش لازمه، لان هنجيب ديتيلز اكتر لما نقارن الاكشوال بالفليكسبل. وبالمناسبه ساعات بنجيب السيلز فوليوم فاريانس من هنا، من عند السيلينج برايس. عارف امتى؟ لما ما بتبقاش عامل كونتريبيوشن فورمات انكم ستيتمنت، لما بتبقى عاملها تراديشنال اللي هي سيلز ماينس كوجز، ساعتها غصب عنك تجيب لي السيلز فوليوم فاريانس من عند السيلينج برايس مش من عند الكونتريبيوشن مارجن. ودي ملاحظات هتعرفها في الفيديو المستقل بتاعها، لان السيلز فوليوم ده هيبقى ليه فيديو كامل ازاي تحلل المبيعات والانحرافات بتاعتها. ولكن الاهم بقى، تعالى ننقل دلوقتي عند الفليكسبل بادجت وانحرافها عن الاكشوال اللي هنسميه ايه؟ باسمها. مش احنا قلنا لما نقارن الاكشوال بحاجه الحاجه الفاريانس بتاعها يبقى باسمها، يبقى فليكسبل بادجت فاريانس، صح؟ يبقى قبل بس ما ننقل للمقارنه دي بعيد عليك تاني، معلش التكرار حلو. بقول لك ان الفرق ما بين الفليكسبل بادجت والستاتيك بادجت فرق البادجت من البادجت، والنبي خليك فاكرها كده. ها، لما نقارن بادجت ببادجت، اسعار كلها ستاندرز ودرايفرز كلها ستاندرز، بيبقى راجع لاختلاف مين؟ الفوليوم فقط. الاكشوال يونت بالبادجت يونت، وعلشان كده بنسميه سيلز فوليوم فاريانس. وهنسال عنه بمدام ابتسام علشان نجذر منها انفورميشن اكتر وتقول لنا ايه اسباب اختلاف حجم المبيعات. هل بسبب ان السوق كله مبيعاته قلت، ولا نصيبنا الشير بتاعنا هو اللي قل؟ وايا كان السبب، فكل اللي انا عايزك تفتكره ان السيلز فوليوم فاريانس بكل ولاده الفاريانسات جاي من مقارنه بادجت ببادجت، يعني كله من فرق 2 بادجت، وبنستخدم معاها البادجيتد كونتريبيوشن مارجن او الستاندرد كونتريبيوشن مارجن، لاننا هنحلل التكاليف بكل مكوناتها من عند الفليكسبل بادجت فاريانس اللي هنشوفها دلوقتي حالا، وبنتجاهل انحرافات الكوست دي خالص كانها مش موجوده. وبنجيب من الاخر ونبص على الكونتريبيوشن مارجن او النت اوبريتنج انكم، لان الاثنين واحد، لان الفيكسد اسعارها واحده في البادجت، الا لو شركتك ما عندهاش امكانيه ان هي تعمل كونتريبيوشن فورمات انكم ستيتمنت، يبقى ممكن نحسبه من اول سطر من عند السيلينج برايس زي ما قلت لك لو انت شغال بالتراديشنال فورمات. تعالى بقى المقارنه الثانيه بقى الاهم، لما قارن الاكشوال بالفليكسبل بادجت. وركز بقى عشان دي اللي هتطول معانا شويه. قال لي لا استنى، ده انت هنا موحد اليونتس هي اللي واحده، والاختلاف عند مين ومين؟ عند الدرايف والبرايس. والاختلاف ده هنسميه باسمها فليكسبل بادجت فاريانس، اللي بيرجع لسببين، يا اما لاختلاف الدرايف وبنسميه efficiency variance، انحراف الكفاءة، لان الدرايف ده اللي هو كمية المورد. انت استخدمت مورد قد ايه؟ استخدمت كام كيلو طماطم؟ استخدمت كام ساعة عمال؟ استخدمت كام ساعة على المكن؟ كل دي ريسورسز اهو، مش انت الافشنسي بتحكم عليها من الريسورسز استخدمت منها قد ايه؟ فانت هتقارن الدرايف بالدرايف هيديك فرق الريسورسز اللي استخدمته، او هتقارن البرايس بالبرايس وده هيبقى اسمه برايس فاريانس او سبيندنج فاريانس. لان ساعات لما تيجي في الاوفر هيد تحديدا انت ما بتقارنش برايس واحد، ده انت بتبقى صارف على حاجات كتير، على انشورنس وديبريشيشن وعلى تاكس، فانت بتبقى صارف، فبنقول عليه بدل برايس بيبقى اسمه ايه؟ سبيندنج برايس او سبيندنج فاريانس، سوري.
او برايس فاريانس مع الماتيريال، او ريت فاريانس مع الليبر، كلها اسعار يعني بتدفع للعمال قد ايه. طب ما تيجي نجيبهم يلا. قلت له والله فرق السيلز من الاكشوال مع الفليكسبل بادجت، وطبعا عشان السيلز ما فيهاش درايف فبيبقى الفرق ده كله راجع لمين؟ للبرايس بس، للبرايس. وده اللي هتسأل عنه مين برضه؟ مدام ابتسام. نقول لها ابتسام معلش يلزمك حته من الفرده الشمال هنا ان البرايس بعد اذنك هننفستيجيت برضه من عندك بس. لكن بقى بص بقى اللي جايين دول، بقى اللي جايين دول اللي فيهم الاثنين، فيهم درايف وفيهم برايس والله العظيم، اللي هم مين؟ ماتيريال. لما نقارن بقى ال 81 بال 90 هنلاقي فيها 9000 وفر. لا هنا مينا بقى من حقه يقعد وينجاز ويقول شفتوا اهو، حتى لما جبت الفليكسبل بادجت فاريانس لقيتني انا موفر لك فيها، موفر لك 9000 وده فيفرابل فاريانس. اما الليبر مينا بقى بقول له 243 ناقص 180 طلع الفرق اهو، ده بتاع مازن ماشي. الماتيريال سالت عليه مازن، ده شكل مازن، افتكر الاشكال دي عشان هستخدمها كتير. اما الليبر لما جيت اقارن بالمناسبه الماتيريال مش بس مازن، ده انا بقول لك مازن وحازم، لان ممكن حازم يكون موفر لي على المكن، يقول لك انا اللي موفر، انا كنت بستخدم كل طماطمايه لغايه العرقوب بتاعها، ما كنتش بسيب فتفوته في الطماطمايه، فمش بس مازن اللي شاري طماطم حلوه، لا ده انا كمان كنت موفر، فساعتها هنكلم الاثنين دول. المهم نرجع بقى للليبر. الليبر لما قارنت 243 من ال 180 هيطلع الفرق بوزيتيف 63 انفيفرابل. وهنا نتكلم مع مين؟ مع اتنين برضو، مع مينا ومع حازم. نقول لهم يا جماعه قولوا لنا بقى انتوا مهدرين في العمال كده ليه؟ هل انت يا مينا جايب لنا عمال من الريت بتاعهم عالي؟ هل انت جايب لنا ناس بنقبضهم بالغالي؟ ولا انت حازم سايب الناس قاعده تشتغل وتاخد راحتها وبتضيع في وقت كتير؟ فهنجذر منهم انفورميشن ونشوف. طب الفاريبل اوفر هيد لا دي تلزم حازم كلها، مدير البرودكشن اللي مسؤول عن المكن، ولقيته مهدر بص انفيفرابل ب 126000. ونبدا ان نجذر من حازم الانفورميشن ونجيب الفرق ما بين الكونتريبيوشن مارجن 90 من ال 180 طلع في فرق 90000 انفيفرابل، والفيكسد ال 60 من ال 50 فيهم 10 انفيفرابل، هي اللي كنا جايبينها بفرق الاكشوال من الاستاتيك بادجت، لان مش هتفرق معايا استاتيك وفليكسبل واحد. بص هنا الطوبه هنا حمراء والطوبه هنا حمراء، لكن الطوبه السوداء اهي دي الاكشوال اللي اسعارها اختلفت، بقى في فرق 10000، وده سمع في فرق 100000 انفيفرابل عند النت اوبريتنج انكم. الفرق بقى ال 100000 ده نسميه ايه؟ والفرق ال 20000 دول نسميهم ايه؟ قال لي ده اسمه فليكسبل بادجت فاريانس، اللي جواه لسه ديتيلز مرعبه. لسه عند الماتيريال هنقسمه لحاجتين، هنقسمه قد ايه افشنسي مهدر قد ايه في الدرايف وقد ايه في البرايس، صح ولا لا؟ والليبر حاجتين، قد ايه افشنسي وقد ايه ريت. والفاريبل اوفر هيد حاجتين، قد ايه افشنسي وقد ايه سبيندنج. والفيكسد اوفر هيد حاجه واحده بس، اللي هي مين؟ اللي هي عباره عن السبيندنج فرق الاسعار، وحاجه تانية بره البادجت مش هتظهر هنا في الارقام، اللي هو البي في في. مين ده؟ لما نيجي في الاوفر هيد هتعرف مين ده، اسمه برودكشن فوليوم فاريانس. ايه ده وبيظهر ليه؟ بيظهر بسبب العمله السوداء اللي بيعملها الفاينانشال اكاونتنت، وان احنا نعمل يونيتايزيشن للاوفر هيد عشان نشيلها البرودكشن. يعني ايه ده يا دكتور؟ خليها في ميعادها ان شاء الله هعرفك ايه الكلام ده. المهم ان كده انت قسمت الفاريانسات بتاعتك لجزئين، فاريانس بسبب فليكسبل بادجت وده لسه ليه ديتيلز مرعبه، وفاريانس بسبب السيلز فوليوم. وكل مدير بقيت عارف هتساله فين. يعني ابتسام هتتشقلط معانا يمين وشمال، هنسالها يمين على السيلز فوليوم فاريانس اللي بيتجاب من الكونتريبيوشن مارجن، ومن الشمال على البرايس، بس اختلاف البرايس عند الريفينيو برضو عند السيلز ريفينيو. بقول لها البرايس دوت اختلافه ليه. اما مازن وحازم ومينا دول اللي مكملين معانا شويه وتفاصيل كتيره جدا بسبب الافشنسي والبرايس. يبقى انا كده قسمت بالفعل الفليكسبل بادجت الفاريانس بتاعي لنوعين، مين ومين؟ اهو تعالى نقرا بقى الكلمتين دول.
هنا بقول لك لما قارنت الاكشوال بالفليكسبل بادجت هنقسمه بسبب حاجتين. اولا استخدامك للموارد سواء كان كفء ولا مش كفء، efficient ولا inefficient، نتيجه التغير في حجم الايه الدرايفر اللي استخدمته، وهنسمي الفاريانس ده بالافيشنسي فاريانس، وغالبا بنجمع عنه معلومات من مدير الانتاج مستر حازم. ويا سلام بقى لو بنستخدم اكتر من خامه ولا اكتر من نوع عماله، يا لهوي هنبدا نسال حازم عن اخبار الميكس واليلد. ايه الميكس واليلد؟ ده نوع فاريانسات كمان، بس ده في ليفل مرعب بقى، ليفل 4. ايه ليفل 4 بقى؟ ده لما بيبقى عندك مالتي انبوت، عندك بقى تقلبات الاسعار، دي بتعرفك البرايس فاريانس او اللي بنقول عليه وده اللي هنسال عنه ابتسام طبعا بالنسبه للريفنيو، او لسعر الخامات المستخدمه، الماتيريال استخدمت خامات اسعارها شكلها ايه، وده برضو بيبقى برايس فاريانس وهنسال عنه مازن، نقول له قول لي بقى انت اشتريت خامات قد ايه. ومعدلات الاجر بتاعت العمال، الريت فاريانس اللي هنسال عنه مينا بتاع الاتش ار. والاوفر هيد كمان صرفت فيها قد ايه سبندنج فاريانس، عشان دي بيبقى ليها كذا سعر وهنسال عنه مستر حازم. يبقى عندك تفاصيل كتير فعلا. وبكده لو رجعنا للسلالم بتاعتنا اللي كنا مقسمين فيها الفاريانسات، ال 120,000 الستاتيك بادجت فاريانس بقى متقسم لنوعين جداد. مين ومين اللي مركز معايا؟ ال 20,000 السيلز فوليوم فاريانس، وال 100 الفليكسبل بادجت فاريانس، ودي السلمه رقم 2. يعني احنا النهارده في الفيديو البسيط ده خلصنا 3 سلالم. اما السلمتين اللي جايين، ايه ده هو لسه في سلمتين؟ امال ده دول بقى هياخدوا بتاع 5-6 فيديوهات جايين لوحدهم. مين ومين؟ السلمة رقم 3 ان انا ابدأ انفستيجيت عن تفاصيل اكتر، واقول له قول لي بقى هو الفليكسبل بادجت فاريانس ال 100,000 دي تفاصيلها قد ايه، سواء الافيشنسي او البرايس فاريانس. قول لي بقى قد ايه افيشنسي او قد ايه برايس جوه الكوست. اما السيلز فوليوم، السيلز عموما هنانلايز السيلز فاريانس الحاجتين يمين وشمال. خليك فاكر ان ابتسام دي بتتشقلط معانا يمين وشمال، واحده بسبب الفوليوم وواحده بسبب البرايس، اليمين فوليوم والشمال برايس. ومرحله الوحش بقى، ليفل الوحش ليفل 4. قلت له ايه ليفل 4 ده؟ لما يبقى عندك مالتي انبوت ومالتي اوتبوت، ساعتها هيظهر عندك فاريانسات من نوع جديد، الميكس واليلد لو انت بتتكلم على المالتي انبوت، والميكس والكوانتيتي لو انت بتتكلم على المالتي اوتبوت. ايه دول وهيتحسبوا ازاي؟ هتعرفهم بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه، بس خليك فاكر ان ده بقى التارجت بتاعك. لكن انت لغايه النهارده تقدر تحسب الفليكسبل بادجت فاريانس والسيلز فوليوم فاريانس. وبكده يبقى فاضل لنا نعرف 5 تحليلات، هم دول ال5 فيديوهات اللي بقول لك عليهم. اولا الدايركت ماتيريال فاريانس هنحللها الافيشنسي وبرايس. ثانيا الدايركت ليبر فاريانس اللي هنحلله الريت اللي هو البرايس بتاعه وافيشنسي برضو. والمانيفاكتشرنج اوفر هيد فاريانس اللي هنحلل الفاريبل لوحدها والفيكسد لوحدها وليها موديل كده هوريهولك. وبعدين تخش لي على السيلز فوليوم فاريانس او السيلز ريفينيو فاريانس اللي هتحلله يمين وشمال، حته فوليوم وحته برايس. واخيرا مرحله الوحش، مرحله المالتي اوتبوت والمالتي انبوت اللي هيظهر فيها الميكس واليلد والكوانتيتي، اللي هم عباره عن ايه؟ هنشوفهم باذن الله بس في مكانهم. يبقى دي الخريطه عشان تبقى مستوعب معايا الفاريانسات كلها ماشيه ازاي. ممتاز. وبكده ابقى انا خلصت كل اللي عايز اقوله في الفيديو ده من حيث تحليل الفاريانسات، لان انا هوقف عند السلمه رقم 2. مجرد ان انت عرفت الاستاتيك بادجت فاريانس واحلق للسلمه دي، الكومبوننت بتاعته مش هنجيب سيرتها تاني خالص، عشان كده بقول لك ولا كانه موجود. تنط لي على طول وتقسمه لي لحته فليكسبل بادجت فاريانس وحته سيلز فوليوم فاريانس اللي لسه بقى هنمور انفستيجيت في المره اللي جايه. وهاكد بس على حضرتك حاجه انا قلتها، انك بتسمي الفاريانس باسم الحاجه اللي بتقارنها بالاكشوال. يعني لما تقول لي اكشوال ماينس ستاتيك بادجت يبقى النتيجه اسمه ستاتيك بادجت فاريانس. لما تقول لي اكشوال ماينس فليكسبل بادجت يبقى النتيجه اسمها فليكسبل بادجت فاريانس. لما تقول لي اكشوال ماينس ابلايد يبقى النتيجه اوفر اور اندر ابلايد، اللي هو دايما الاكشوال هي الحقيقه اللي بتبدا بيها في البدايه. جميل. تعالى بقى نحل مسألتين عشان أأكد بس على الكلام واطمن. دي السؤال بتاع جلايم، بيقول لك Chow Down Incorporation a pet food manufacturer بيصنع أكل الحيوانات الأليفة. Following are budgeted standard and actual data for last period. أدي الأكشوال وأدي البادجت.
وبيقول لك البادجت سيلز فوليوم فور نيكست يير، ادي متوقع نبيع 18000 لكن اللي بعناه فعلا 16500 بس. البادجت السيلينج برايس بير يونت كانت 120 و118. دايركت ماتيريال كوست بير يونت، خلي بالك اهو الكوست بير يونت دي اللي هي ايه؟ الدرايف في البرايس، مديها لك على بعض. خلاص يبقى انت هتضرب على طول ال 50 و625 من 1000 في ال 18، انت كده بتجيب ايه؟ ستاتيك بادجت. اما لو خدت الاسعار دي وضربت في ال 16500 كده انت بتجيب ايه؟ بتجيب الاكشوال. طب لو حبيت اجيب الفليكسبل بادجت، قلت له قوي هتضرب الاسعار دي، بص بقى بص الميكانيزم، هتاخد الاسعار دي يا فندم وتروح جاي ضاربها لي في الاكشوال. بس تاني والنبي تاني، اللقطه اللي انا بقولها دي تلخص لك فيديو النهارده كله. بص البادجت انت عندك فوليوم بادجت وفوليوم اكشوال، لو خدت فوليوم الاكشوال ضربته في الاسعار الاكشوال يبقى انت كده جبت الاكشوال. ممتاز. وده اول كولوم، ده اول كولوم. لو خدت الفوليوم البادجت وضربته في الاسعار البادجتد يبقى انت كده جبت الاستاتيك بادجت، وده تاني كولوم اللي بيبقى في الاخر خالص. عايز تجيب الكولوم اللي في النص يبقى تاخد لي الفوليوم الاكشوال وتضربه في الاسعار البادجتد. الفوليوم الاكشوال وتضربه في الاسعار البادجتد بس. وده اللي انا عملته اهو عشان بقى ايه ما نضيعش وقت. قلت لك هنا الاكشوال بنيتها عند ال 16500، خدت 16500 ضربتها في 118 اداني 1,947 السيلز ريفينيو اللي هو السيلينج برايس. طب الماتيريال، والله الماتيريال كانت 45 ونص ضربتها في 16 ونص عشان تتاكد اهو هحسبها لك. 45 ونص في 16500 طلع 750750. مش هنحسب تاني بقى عشان ما نضيعش الوقت. وهكذا جبت الاكشوال وهكذا جبت البادجت. ال 18000 ضربتها في الاسعار البادجتد، جبت البادجت كلها. وبعدين جبت الفليكسبل بادجت اللي في النص بان انا خدت ال 16500 الاكشوال ضربتها في الستاندرد درايف في الستاندرد برايس اللي هي الكوست بير يونت البادجتد. وجبت الكولومز ولقيته طالب مني ايه؟ ابلاي ريسبونسبيلتي اكاونتنج سيستم بريبير ذا اديكويت ريبورت تو ديترماين ستاتيك بادجت فاريانس سيلز فوليوم فاريانس اند فليكسبل بادجت فاريانس. بس يبقى ساعتها لازم تعمل الريبورت بالشكل ده. عملت كونتريبيوشن فورمات انكم ستيتمنت بادئ من السيلز ريفينيو ماينس الفاريبل كوست ويديني الكونتريبيوشن مارجن اللي هشيل منه فيكسد يديني نت اوبريتنج انكم. ورصيت 3 كولومز، نمبر 1 الاكشوال، نمبر 2 ستاتيك بادجت، نمبر 3 الفليكسبل بادجت. وتجيب لي الفروقات. طبعا كل الفروقات دي ملهاش لازمه. بص بقى انا هنا جايبها علشان الحل بس عشان تعرف تفاصيل، لكن انت لمجرد الاجابه على السؤال ده عشان لو لقيت ام سي كيو طالب منك كده او حتى اسي كويشن ما تقعدش تضيع وقت في حساب الارقام دي كلها. كل دي ملهاش اي 30 لازمه. انت عندك الفليكسبل بادجت فاريانس عباره عن الفرق ما بين الاكشوال والفليكسبل بادجت بس. هو ده الفليكسبل بادجت فاريانس. طب السيلز فوليوم فاريانس الفرق ما بين بادجت من بادجت، الفليكسبل بادجت من الاستاتيك بادجت اللي هو طلع ده. شكرا. طب الاستاتيك بادجت فاريانس مجموع الاثنين فاريانس او فرق الاكشوال من الاستاتيك بادجت فاريانس. بس كده. يبقى لو قارنت اهو، لو حبينا نحسب ال 231000 ناقص ال 328950 الاستاتيك بادجت طلع ال 97950 ولا لا؟ اهي 97750 اللي كانت محسوبه تحت. وصلت؟ يبقى انت مش هتحسب الديتيلز دي، انا حاسبها عشان يبقى عندك بس الريبورت كامل، لكن انت هتحسب كده تجيب من الاخر. عندناش وقت احنا في الامتحان، عندناش رفاهيه نقعد نتسلى ونقول هو ده فرقه كام وده فرقه كام. لا، هتجيب من الاخر وتبقى عارف دايما من اين تؤكل الكتف. السؤال اللي بعده بيقول لي Amy master budget for year 4 when the company's planned volume 20,000 unit is shown below. اهو ده مثال حلو قوي للملاحظه اللي قلتها لك وانا بشرح. لو تفتكر قلت لك لو ادالك البادجت بعد كده في اي سؤال في الفاريانسات اعرف ان البادجت دي انت هتشتق منها الستاندرد. طب الستاندرد دي نجيبها ازاي؟ لما انا ابقى مدي لك الفوليوم 20,000 الله العظيم 3 هتقسم كل الارقام دي على 20,000 يبقى انت كده بتجيب الستاندرد برايس. هيبقى الستاندرد برايس بتاع السيلز عامل كام؟ طب ليه يا دكتور ليه بنجيب الكلام ده؟ لانه اكيد هيديك الاكشوال اهو. بيقول لك ذا اكشوال سيلز فور يير 4 توتال ب 22,000 يونت. كالكوليت سيلز فوليوم فاريانس. والسيلز فوليوم فاريانس عباره عن فرق ايه من ايه؟ فرق الستاتيك بادجت من الفليكسبل بادجت، صح ولا لا؟ يبقى انا عايز فليكسبل بادجت وستاتيك بادجت. طب ستاتيك بادجت جيفن
طب الفليكسبل بادجت بتجيبها ازاي؟ بتجيبها بالاكشوال يونت مضروبه في الستاندرد درايف في الستاندرد برايس. فين دول؟ مش موجودين. انا ممكن اجيبهم ازاي؟ بان انا هقسم بقى. ما هو الاستاتيك بادجت دي عباره عن بادجتد يونت في ستاندرد درايف في ستاندرد برايس، صح يا ابني ولا لا؟ فانت عايز تجيب دول، وعندك الاستاتيك بادجت كلها جيفن، لان هو بيقول لك البادجت اهي، الماستر بادجت هي الاستاتيك بادجت، تنساش. اني ماستر بادجت لير 4 اهي اللي هي الاستاتيك بادجت كانت جيفن، وعندك مبنيه عند اليونتس كذا. طب ما تقسم على اليونتس، يبقى انت جايب الاثنين دول في بعض اللي هو الكوست باليونت بس بالستاندرد. طب ما يلا 4 مليون على 20,000 هتطلع ادي 4 مليون على 20,000 200. يبقى دي يا باشا السيلينج برايس بتاعك، البادجت اتعمل 200. طب بالنسبه للماتيريال يلا المليون على 20,000 هتبقى مليون على 20,000 50. دي عامله 50 ماشي، هكتب هنا بقى. الليبر 480,000 على 20,000 480,000 على 20,000 24 يبقى الليبر 24. طب الفاريبل اوفر هيد 140,000 على 20,000 140,000 على 20,000 7 يبقى الفاريبل اوفر هيد عامله 7. طب الفيكسد الفاريبل سيلينج، الله ده في فاريبل سيلينج وماله؟ دكتور انت مش قلت دي مش هتبقى موجوده؟ اهي موجوده، هنعمل لك ايه يعني؟ هتبقى 3. يبقى الكونتريبيوشن مارجن ممكن اجيبه بريونت، ممكن والله هينفع برضه، يبقى 2,320,000 على 20,000 هيطلع كونتريبيوشن مارجن بريونت عامل 116. طب الفيكسد لا، الفيكسد مش هنيونيتايزيشن، مش هنجيبها بريونت، لا ملهاش لازمه. يعني كده بقى عندك الاسعار الستاندرد، والله. طب ما الاسعار الستاندرد دي هتروح جاي ضاربها لي مره بقى في الاكشوال اكتيفيتي الاكشوال يونت عشان تجيب بيها الفليكسبل بادجت اللي هتظهر بالمنظر ده. لما تضرب بقى عند 22,000 يونت، 22,000 في 200 سيلينج برايس هيطلع 4 مليون و400. 22,000 في 50 هيطلع 1,100,000. 22,000 في 24 هتطلع 528. 22,000 في 7 154. 22,000 في 3 66. 22,000 في 116 اللي هو كونتريبيوشن مارجن 2,552,000. والطوبه دي زي ما هي ما اتغيرتش لان الاسعار واحده، لان انت بتقارن بادجت ببادجت. يبقى الفيكسد ما فيهمش اي اختلاف. يبقى فين طبعا برضو الكومبوننت دي كلها انت ملهاش لازمه مش هتحسبها. فين بقى السيلز فوليوم فارينس اهو يا باشا؟ من عند الكونتريبيوشن مارجن او من عند النت اوبريتنج انكم براحتك، لان الفيكسد ما بتتغيرش من الفليكسبل بادجت للستاتيك بادجت. واضح؟ بكده يبقى كل اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده خلص. ما فاضلش بس غير كام ملاحظه نظري وانا تقريبا قايلهم قبل كده بس زي بعض خلينا ناكد عليهم. بقول لك الليفل اوف انفورميشن اجريجيشن ان ريبورت، كل ما بتقدم الريبورت بتاعك لليفل عالي كل ما الاجريجيشن بيكون كبير. الناس افتكرها كده، الناس اللي في التوب ليفل خلقهم ضيق، ما عندهمش وقت للفرهضه وتقعد بقى تقول له ده الفاريانس ده سبب لا، انت اشتغل مع البرودكشن مانجر ومع الناس اللي تحت، اشتغل معاهم بارقام تفصيليه. يعني زي ما انا كنت باجي هنا مثلا في المثال مش قلت لك التفاصيل دي ملهاش لازمه؟ الباب الكبير بيحب يبص من الاخر من القعر ده، يقول لك قول لي بس النت اوبريتنج انكم حصل له ايه، لكن الديتيلز دي اقعد انت بقى اتصرف مع حازم ومازن ومينا وابتسام، لكن لما تقدم الريبورت للناس الكبار هات له من الاخر. عشان كده بقول لك information sent to top management is ordinarily more highly aggregated and less timely than the communicated to managers at operational level. يعني الناس اللي في الاوبريشنال هم اللي بياخدوا تفاصيل ومعلومات وقتيه اسرع، لكن اللي في التوب بياخدوا معلومات متاخره شويه وبتبقى aggregated مجمعه. Top manager are concerned with the organization overall financial result and the long-term prospect and are responsible for strategic planning function. دول بتوع الاستراتيجيك. Lower level report contain more quantitative information of an operational nature زي البرودكشن داتا. يعني بقول لك ان الليفل بتاع الاوبريشنال ده بيبقى جواه بيانات كميه زياده، زي مثلا اننا اعرفه اشتغلنا كام ساعه، اشترينا كام كيلو. البيانات دي مش هنعرضها على التوب، يعني مش هنخش على التوب ونقول له اصل احنا جبنا كذا كيلو طماطم، لا ده تتكلم فيه مع مستر حازم والكلام ده. اللي بعده بقول لك
البادجيتد كوست اند ستاندرد كوست، الاثنين دول المفروض في اللونج ران بيبقوا واحد. اهو عشان كده بقول لك in the long run these costs should be the same، لازم يبقوا واحد. in the short run لا، ممكن يبقوا مختلفين. they may differ because standard cost represent what should be. ايه اللي المفروض whereas budgeted cost are expected actual cost. انا بتوقع الكوست بتاعتي تبقى قد ايه. budgeted cost may vary widely from standard cost in certain month. ممكن في شهور معينة تختلف كتير. but for an annual budget period the amount should be similar. لازم يبقوا قد بعض. لما تيجي تتكلم على static budget وعلى standard cost، الاثنين الستاندرد بتبقى باليونت لليونت الواحده، والستاتيك بتبقى للاكشوال فوليوم الستاتيك بادجت للبادجيتد فوليوم بادجيتد يونتس. فانت تتكلم اللي باليونت لما تضربها في البادجيتد يونتس على مدار السنه تبقى واحد، لكن خلال السنه ممكن يبقى في اختلافات بسيطه تتلاشى في اللونج ران. الملاحظه الاخيره ذا بيست اوف ستاتيك اور فليكسبل بادجت، تفتكر مين افضل؟ طبعا الساحره الاولويه، لان هي بتديك انفورميشن اكتر. بقول لك الفليكسبل بادجت از اولويز مور يوسفول ذان ستاتيك بادجت. ستاتيك بادجت از اونلي هيلبفول when exactly the combination of circumstances on which it is based are actually experienced. يعني بقول لك الستاتيك بادجت هتبقى حلوه لو انت من الاخر نفس البذره، اللي هو انت كنت بنيها عند 20,000 والاكشوال انت انتجت 20,000، ما ساعتها هتبقى الاستاتيك هي الفليكسبل، صح ولا لا؟ فبقول لك في الحاله دي بس هتبقى مفيده. Using flexible budget in the planning stage will allow the corporation to predict the result of multiple combination of factors, and using one in measuring performance will allow the corporation to most accurately identify area of success and failure. يبقى انا كده بستخدم الفليكسبل بادجت نفس الكلام اللي قلناه قبل كده مرتين، مره في البلاننج ومره في الكنترول او الميجرنج بيرفورمانس. هنا عشان نعرف نعمل كذا كومباينيشن، وهنا عشان نعرف نحقق العداله ونقيس الحتت اللي فيها نجاح وفيها فشل بشكل واضح. Flexible budget is appropriate for control of direct labor and direct material but not fixed factory overhead، لان الفيكسد زي ما انت شفت في الامثله اللي فاتت الفليكسبل والستاتيك بتبقى واحد. اخر ملاحظه this flexibility is important if costs vary with the activity level. Thus, a flexible budget is particularly appropriate for control of direct labor and direct material. ببرر لك يعني ان هي مش مفيده ليه مع الفيكسد both variable cost but is not necessary for control for fixed factory overhead. By definition, overhead cost don't change as activity level change. لان اللي بيفرق الفليكسبل عن الستاتيك هو الليفل اوف اكتيفيتي فقط. ان الستاتيك مبنيه عند budgeted units لكن الفليكسبل مبنيه عند actual units. نوقف الفيديو ده هنا علشان هنبدأ بقى من الليكتشر اللي جاية نخش في تفاصيل الفاريانسات بتاعتنا، وهناخد الريبورت بتاع شركة هاينز، وهفضل معاك لغاية ما نخلص السلمة رقم 4 أو 5 في الهرم بتاع الفاريانسات، ونشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.